بيبدأ فيلمنا بمجموعة من الأشخاص بيلاقوا معدن أصفر في القطب الشمالي اللي هو الدهب حاليا، ومن هنا انتشرت الأخبار عن الدهب ده، والكل بدأ يروح لهناك علشان يدور عليه. بس دول بقى كانوا محتاجين كلاب علشان تسحب العربيات بتاعتهم، وده بقى بق كلب القاضي مليار، وبيلعب وبيجري بين البيوت اللي حواليه، وما كانش في أي حد يقدر يكلمه علشان كلب القاضي طبعا. وبعدها بيبدأ يجري ورا صاع البريد ولحد ما بنشوف الشخص ده واللي كان ماسك إعلان لناس عاوزين يشتروا كلب. المهم وصل ورا ساعي البريد لحد بيت القاضي، فقالت له الطباخه يروح يصحي بنات القاضي، فدخل البيت بسرعه وفضل يجري فيه وينط على السراير وقلب البيت كله بسبب حجمه الكبير. وهنا طبعا الطباخين لما سمعوا صوته على طول خبوا الاكل من قدامه، وبعدها طلعوه ورا المطبخ، وبعدين بيلاقي مايلر واقف وراه وقتها وبيفضل يسحبه لحد ما بيطلعه بره البيت. ولما بيجي يخش بيلاقيه تاني في وشه وبيقول له النهارده بالذات اتصرف كويس علشان عيد ميلادي. وبعدها القاضي كان متشوق جدا للاكل بتاعه